سنة 2022 صدر على نتفليكس فيلم اسمه أثينا، واللي بيحكي عن شاب فرنسي من أصل جزائري بتنهي حياته الشرطة الفرنسية، وبسبب الحادث ده بتحصل أكبر أعمال شغب في تاريخ فرنسا. بس ده مش مجرد فيلم، لأن ده اللي حاصل دلوقتي بالظبط. طب إزاي ده حصل؟ إزاي فيلم اتعرض من سنة وأكتر يتوقع الأحداث بالدقة دي؟ وهل اللي بيحصل في فرنسا دلوقتي متخطط له زي ما ناس كتير بتقول؟ طب هو إيه اللي بيحصل في فرنسا أصلا؟ في اللحظة دي موجود أكتر من 50,000 من قوات الشرطة ومكافحة الشغب في شوارع فرنسا، واقفين في وش مئات الآلاف من المتظاهرين واللي حرفيا مولعين الشارع. طب ليه كل ده؟ أنا هقولك. بدأت القصة لما نائل الفرنسي من أصول جزائرية واللي عنده 17 سنة كان مروح بعد يوم شغل طويل، تحديدا يوم 27 يونيو، إلا إن الشرطة وقفته لمخالفة مرورية، واتجه الشرطي ناحية نائل، فقرر نائل إنه يخبط الشرطي بعربيته ويهرب، فالشرطي ضربه بالنار دفاعا عن النفس. ده التقرير اللي صرحت بيه الشرطة الفرنسية بعد الحادث علشان يهدوا الناس، لأن موضوع موت شاب جزائري على إيد شرطي فرنسي موضوع حساس جدا. لكن بعد يومين بيكتشف الشارع الفرنسي ان التقرير ده كذب في كذب، لما انتشر فيديو لنفس الحادث بس بتفاصيل مختلفة تماما. فيديو بيثبت ان نائل كان بيحاول يهرب فيه بعربيته من الشرطي، واللي ما كانش واقف قدام العربية ولا كان نائل هيخبطه ولا الشرطي بيدافع عن نفسه، الا انه لما شاف نائل بيحاول يهرب ضربه بالنار ومن مسافة قريبة جدا. بعد ما الفيديو ده انتشر بسرعة اتغير موقف الشرطة الفرنسية تماما، وحبسوا الضابط ووجهوا له تهمة القتل العام. في الوقت ده الرئيس الفرنسي ماكرون كان في القمة الأوروبية، ولأهمية وحساسية الحدث رجع على باريس بسرعة وصرح ان الفعل ده غير مقبول وغير مغتفر، والبرلمان الفرنسي وقف دقيقة احداد على روح نائل علشان يهدوا الأحداث. طب وهديت الأحداث؟ لا بالعكس، الدنيا ولعت، وخصوصا بعد ما عرف الشارع الفرنسي ان الشرطة بتكذب عليه. وبعدها خرجت والدة نائل في فيديو وهي حزينة على موت ابنها الوحيد، ودعت الفرنسيين لوقفة احتجاجية ضد الظلم والعنصرية، ولبى طلبها عدد كبير من الناس ودعموها على وسائل التواصل الاجتماعي. الليلة الأولى 29 يونيو بدأت المظاهرات بشكل سلمي احتجاجا على الظلم اللي حصل لنائل وبدون أي شغب، وتركزت في مدينة نانتير. إنما في الليلة الثانية 30 يونيو اتغير شكل المظاهرات تماما، وبدأ المتظاهرين يولعوا في الأتوبيسات والعربيات، وانتقلت الاحتجاجات لباريس نفسها. أجراس الإنذار بتضرب في كل مكان، والمتظاهرين بيحاولوا اقتحام تاني أكبر سجن فرنسي، سجن فريسنس، واعتقلت ليلتها الشرطة أكتر من 600 شخص، وانتشرت المدرعات في كل مكان. الليلة الثالثة 1 يوليو نشرت الشرطة الفرنسية أكتر من 50,000 فرد لمنع الاحتجاجات اللي كانت أكبر وأبشع من إنهم يسيطروا عليها. حرايق في كل مكان، نهب وتدمير لكل ممتلكات الدولة، أصوات تفجيرات مالية الشوارع. الوضع خرج عن السيطرة تماما، وتحديدا في مدينة مارسيليا اللي استهدف المحتجين فيها أكبر مكتبة في المدينة، مكتبة الكازار، وخربوا أهم نصب تذكاري لتخليد ضحايا الهولوكوست الفرنسيين. في الليلة دي اعتقلت الشرطة الفرنسية أكتر من 1300 فرد، ووزير الداخلية الفرنسي أعلن إيقاف المواصلات العامة، ودول كتير حذرت رعاياها من السفر لفرنسا زي إنجلترا وألمانيا وغيرهم. زحف الاحتجاجات وصل ل 100 مبنى حكومي، ووصلت الخسائر لأكتر من $1 مليار. وليلتها اجتمع البرلمان الفرنسي لمناقشة إعلان حالة الطوارئ. ومن ناحية تانية خرج الرئيس الفرنسي في خطاب، لكنه خلى الوضع أسوأ، لأن ماكرون ما اتهمش الشرطة الفرنسية ولا السلطات، ولا حتى حط اللوم عليهم في اللي حصل، وإنما اتهم مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب منصات سناب شات وتويتر وتيك توك بسحب محتوى المظاهرات. وده اللي حصل بالفعل في الليلة الرابعة 2 يوليو، وتم حجب كل ما يتعلق بالمظاهرات من وسائل التواصل الاجتماعي. وحس الشعب الفرنسي ان في محاولة لتكميم افواههم، وده خلى جرايد كتير تتوقع انقلاب عسكري في فرنسا ضد ماكرون بسبب عدم رضا القادة العسكريين عن سياسته، وكمان توقعوا ان البلد على وشك دخول حرب اهلية، وخاصة بعد ما اتفاجئوا بكم الاسلحة الموجودة في ايد المدنيين. السؤال هنا، هل ممكن حادث زي ده يكون اخر مسمار في نعش رئاسة ماكرون لفرنسا، ولا ممكن تكون سبب في حرب اهلية تكتب شهادة وفاة فرنسا لسنين طويلة وتتحول من مدينة النور لمدينة من الخراب والجرايم؟ والأهم والأغرب من ده كله، ازاي فيلم صدر من سنة يتوقع كل الأحداث دي؟ هل صناع الفيلم كانوا على علم بالله يحصل، ولا دي مجرد صدفة؟